عسلامة، مرحبا بكم في قناتي من جديد في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم وصفتنا الجاتو هذه باش نعملوها بكلاصاج غشي من داخل بكلها شوكولاتة 100% شوكولاتة، باش نعملو مع بعضنا وصفة الكيك، وصفة الحشوات اللي باش نعملوها في وسط الكيك. تبعوا معايا الفيديو للآخر وإن شاء الله تعجبكم الوصفة وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. المكونات إن شاء الله باش تلقوها الكل مكتوبة في صندوق الوصف. باش نفصل الأصفر على الأبيض ومن بعد نتعدى للأصفر باش نحط فيه الفاني والسكر ونخفق هكاكا حتى لوين يتحصل على خليط يكون شاد روحه شوية وكريمي ويكون يفتح اللون متاعو، يعني يكون أبيض شوية. نزيد على الخليط هذا الزبدة الذايبة ونخلط بشوية بشوية باش ما نطيحش الهواء اللي في الخليط. من بعد باش نتعدى المواد الجافة اللي هما الكاكاو والفرينة والخميرة الكيميائية، نغربلهم من بعد نزيدهم على خليط أصفر العظم والزبدة، نخلطهم ونخليهم على جنب. نتعدى الأبيض العظم باش نزيد معه رشة ملح وشوية عصير ليمون، يعني نقطتين ولا 3 ماهوش أكثر. ومن بعد نخفق هكاك حتى لوين تحصل على قوام يكون ثلجي. نزيد مغرفة كبيرة من خليط الأبيض العظم على خليط الكاكاو حتى لوين نخفف شوية الخليط، ومن بعد نبدأ نزيد فيه بشوية بشوية على خليط الأبيض متاع العظم ونخلط من فوق اللوطة حتى لوين تحصل على قوام هذا. من بعد القالب كيف ما تحبوا انتم الشكل والحجم اللي تحبوا عليه، نحطها في فور مدة 45 دقيقة درجة الحرارة 180. وهذه هي نتعدى الجاناش مونتي باش نحط الكريم ليكيد تغلي، ومن بعد نزيدها على الشوكولاتة اللي تحبوا بالحليب وإلا كحلة وإلا تنجموا تخلطوهم مع بعضهم. والكريم ليكيد ردوا بالنا من الكريم ليكيد والمواد الدهنية اللي فيها يلزم تكون أقل حاجة 30%. بعد ما بردت، يعني بردت من مدة من 4 سوايع حتى الليلة كاملة، نزيدها المسكربون هنا اختياري، ومن بعد نخفقها حتى لوين تحصل على خليط يكون كيف الكريم شانتيي. هذا هو القوام اللي حابين عليه، نخلوه على جنب وإلا نحطه في الفريجيدير حتى نكملوا بقية الخطوات. الخطوة الثانية هي باش نعملو الكريم انجليز، باش نعملو لهنا أصفر العظم مع شوية سكر وشوية فاني، نغلي الحليب وإلا الكريم ليكيد كيف ما تحبوا. بعد ما يغلى نزيدو على خليط أصفر العظم، ومن بعد نخفقه مليح مليح، ومن بعد نزيد نرجعه على النار. لهنا كيفاش نعرفوا اللي الكريم انجليز متاعنا طابت، كيف نحسوها عقدت شوية وإلا شدت روحها شوية مش برشا، خاطر هي ما فيهاش لانشا ولا فرينة، وخرجت الفقاعات هكاكا نزيدوها على الشوكولاتة نتاعنا. الشوكولاتة اللي هنا تكون كيف ما تحبوا، زاده كيف حليب ولا كحلة، والا تزيدوا تخلطوهم الزوز مع بعضهم. بعد ما ذبت الشوكولاتة نتعدى القالب يكون اصغر شوية من الكيك والا قدها ما يكونش اكبر منها. غطيته بالالمنيوم من اللوطة، حطيت نص الخليط وخليت النص الثاني على جنب، يعني البرة ماهوش في الفريجيدير. بعد ما جمد النص هذا نزيد النص الثاني، اذا عندكم زوز قوالب يعني تختصروا في مرة واحدة. هذا هو يكون يعني لانسيغ والا الكريم متاعنا. وباش نبدا في المونتاج، هنا حضرت قهوه عادي، قهوه كحله مفيهش لا سكر لا حتى شيء. دهنت بها الكيك، حطينا الجاناش مونتي، من بعد حطينا لانسيغ، من بعد حطينا الجاناش مونتي وزدنا فوقهم الكيك بعد ما شربناها بالقهوه. ونكملوا هكاكا حتى لوين نكملوا المونتاج الكل متاع الجاتو متاعنا. وفي الاخر باش نغطيها بالجاناش مونتي نخليها تبرد، والا اذا حسيتوا اللي هي ذابت والا ما عادش شاده روحها حطوها في الكونجيل تبرد شويه ومن بعد خرجوها، راهي باش تطوعكم. لهنا كيف ما تشوفوا خليتها شويه تبرد ومن بعد بديت نستوي فيها. اذا باش تغطوها بجلاساج عادي والا تخلوها كيما هكيكا، والا باش تغطوها بعجينه السكر، لازم تستوها بالكدا. لهنا ماهوش مهم عندي خاطر باش نغطيها بجلاساج غوشي اللي هو جناش عادي شوكولاتة وكريم ليكيد، وزدت عليهم البوفريوة
بعد ما حمصتها وهروشتها، ومن بعد زدتهم تكون الكيكة باردة خارجة من الكونجيل، ويكون الجناش شوية دافي كي نحطو طول على الكيك باش يشد روحه. ومن بعد زينتها الزينة والديكور كيف ما تحبوا يعني، يرجع لكم. وهنا بعد ما قسمتها كيف ما تشوفوا الطبقات، وكيف ما تشوفوا البنة شوكولاتة 100%، بنينة على الاخر. جربوها واعطوني رايكم. تبقى لي كي نقولكم نتلاقوا في فيديوهات جدد، وباي باي.